وسجليهم عندك، اكيد غادي تحتاجيهم، ساهلين واقتصاديين وكيجيو واعرين، والاهم بكميه كثيره. ما شاء الله جاو رائعين بزاف بزاف، وجاو هشاشين ومقرمشين بالمذاق ديال الشباكيه. غادي نحضروا معكم هاد الرغيفات اللي كيجيو غزالين بزاف بزاف ومعسلين معلكين وفيهم واحد التقرميشه وكيجيو هشاش كيدوبوا في الفم. قبل ما نبداو الفيديو كيف العاده، شكرا لكم بزاف 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 على التفاعل ديالكم. الفيديو اللي حطيت ديال سلو تفاعلتوا معاه، ونتمنى ان شاء الله حتى هذا تفاعلوا معاه. بقاو معايا تشوفوا الطريقه والمقادير. اول حاجه كنديروا 2 كيسان ونص ديال الدقيق العبر بالكاس د العنبه. هاد الوزن 250 غرام. معلقه صغيره ديال الملحه ما تكونش عامره. 4 غرام ديال الخميره د الحلوه، ما كنديروش كيس كامل، غير 4 معلقه كيف شفتوا معايا. هنا كندير واحد 3 المعالق يكونوا عامرين ديال الزبده مذوبه. ضروري في هذه الوصفه تكون الزبده مذوبه. هنايا غادي ندير واحد المعلقه صغيره د الخل، باش غادي نسمو غادينا بالمذاق ديال الشباكيه. غادي ندير راس المعلقه ديال القرفه وراس المعلقه ديال النافع اللي مطحون ومغربل. وهنا غادي نجمع بالماء وخلطو شويه بالماء الزهر. اللي ما بغاش يدير القرفه والنافع ما يديروش، وما يديرش حتى الماء الزهر، يجمع غير بالماء عادي ويدير ساشي د الفاني صافي ويخليها بالمذاق ديال الفاني، راها كتجي زوينه بزاف. انا غير بغيت نسمها لكم بالمذاق ديال الشباكيه، وصراحه جات رائعه بزاف. صافي هنايا بالنسبه للكميه ديال الماء، هذاك الكاس ما كنكملوش، كيبقى لي واحد الثلث ديال الكاس كيف غادي نوريكم معايا. العجينه كتجي هي هذيك، ماشي قاصحه وماشي جاريه. هانتوما شوفوا معايا الكميه اللي بقات لي د الماء هو هذا، ما كنزيدوش، حيت الا زدتو غادي تجرى ليا العجينه مباشره. كنديرها فوق سطح العمل وكندلكها مزيان. ضروري تدلكوها بهذا الشكل هذا باش دوك المكونات كيتخلطوا، ديك الزبده كتذوب مع دبل جبار. دغيا الزبده شدات راسها، بقيت كندلكها حتى تاكد دخلات هذيك الزبده مزيان في داك العجين والعجينه بدات مخدومه مزيان. ضروري تدلكوها كيف كتشوفوا معايا. مباشره من بعد ما غادي ندلكها غادي نشكلها على كويرات ونخليها لمده 5 دقائق ترتاح. ممكن تخليوها اكثر او لا، غير 5 دقائق راه كافيه، غير ترخى لكم. السر ديال هاد الرغيفات هادو هو النشا. ما كنديروا لا زبده في التوريق لا حتى شي حاجه. النشا هي اللي كتورق لينا وكتعطينا ديك الهشه وديك التقرميشه. هنايا كناخذوا كميه ديال النشا وكنبداو نطلقوا فيها العجين ديالنا. صافي هنا غادي نطلق العجين بهذا الشكل هذا. غادي نحاول نعطيها الطول والعرض مزيان. صافي هنا من بعد ما طلقتها مزيان كيف كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا، كناخذوا واحد الكميه ديال النشا بهذا الشكل. ضروري النشا واحد الكميه اللي كتكون كثيره، هي اللي كتعطينا هذاك التوريق. ملي كنجيو نقليهم كيجيو باينين لينا هذوك التنيات كيف غادي تشوفوا معايا. صافي هنا درت واحد الكميه ديال النشا بهذا الشكل هذا، وكنبدا كنشكل على شكيلات على شكل حرابل، وكنحاول فيما كنجي نلوي كنزير. شوفوا معايا بهذا الشكل هذا كنبدا نلوي العجينه ديالي. الطريقه راها موضحه لكم في الفيديو. يعني هذا العجين هذا غادي يعطيني 2 حرابل. الا بغيتو تجيكم الرغيفه كبيره راه غادي ديروا حربول واحد، يعني تكملوه بالرولي. بغيتو تجيكم بحالي انا كيف درت صغيورين، يعني من الاحسن يجيو هكا صغيورين حليلوين، ديروهم غير على 2 حرابل. بغيتو تضاعفوا المقادير غادي تضاعفوا المكونات وغادي يعطيكم كميه. وتبارك الله كيحطوا الخير والبركه، حيت كيف غادي تشوفوا معايا تبارك الله حطوا تبارك الله. صافي هنايا بديت كنحربل بهذا الشكل هذا، كنحاول نزير باش هذيك النشا كتدخل. ديروا كميه كثيره حيت السر ديال هاد الرغيفات هما النشا. صافي هنايا من بعد ما حربلتهم بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا، كناخذ موس وكنقطع بالعجين ديالي وكنحربل الحربول الاخر بنفس الطريقه. نتمنى تكون الطريقه موضحه لكم، غير كنحاول نساويه مزيان باش يجيني حربول قد ما تجينيش جهه رقيقه وجهه غليظه. صافي وكنقطع بالموس بهذا الشكل هذا. نتمنى تكون الطريقه موضحه لكم في الفيديو. صافي من بعد ما حربلتهم كناخذ الموس ديالي وكنبدا نقطع. المهم هنا الحجم نتوما كتحكموا فيه، واش كبارين يعني قطع كبار اولا صغار. انا نفضل كيف قلت لكم هكا يكونوا شويه صغيورين. صافي غادي نقطع كاملين هاد الحرابل هادو بنفس الطريقه. من بعد ما غادي نقطعهم غادي نبقى نضغط عليهم بيدي، يعني غادي كيف غادي تشوفوا معايا غادي نهز كل وحده وغادي نضغط عليها بيدي وغادي نطلقها بالدلاك.
صافي هنايا كيف كتشوفوا معايا الطريقه راها موضحه لكم في الفيديو، يعني بلا ما ندوي كلشي موضح لكم في الفيديو. حاولوا ما ترقوهاش بزاف وما تخليوهاش غليظه، غير شويه صافي وحبسوا عليها. وهنا كنعطيوها الشكل على شكل حلزون، على شكل دائري، ما كتجيش طويله كيف كتشوفوا معايا. صافي هنا انا راني شعلت المقله ديالي، درت فيها الزيت وخليتها تسخن، ضروري تسخن على عافيه اللي كتكون مهيله، ما تكونش العافيه مجهده باش ما غير نديروا الرغيفات ديالنا غادي يتحرقوا لينا بسرعه. ومباشره كنلوحوهم في الزيت اللي كتكون سخونه، العافيه كتكون ماشي ناقصه وماشي مجهده. الا كانت ناقصه بزاف راه غادي يشربوا لكم الزيت، والا كانت العافيه مجهده راه غادي يتحرقوا لكم قبل ما يطيبوا. صافي من بعد ما غادي نقليهم وغادي نبدا نقلبهم من كل جهه، ومباشره غير كيتقلاو ليا كنطفيهم في العسل اللي كيكون بارد، العسل اللي حضرت معكم ديال السكر سنيده بطريقه كيف شفتوا معايا ساهله، وحتى هو صراحه كيجي غزال هذا العسل هذا، وكيبقى مده طويله ما كيتحجرش نهائيا، وكيبقى شاد في الحلويات. صراحه رائعه، هذه هي الوصفه المعتمده عندي ديال العسل. صافي غير كنبدا نقلي نعسل صافي، وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله، وندوزو نشوفوا الشكل النهائي ديال الرغيفات. وهذا هو الشكل النهائي ديال الرغيفات ديالنا. صراحه جاو روعه بزاف، ساهلين كيف شفتوا معايا، اقتصاديين وجاو معسلين وكيذوبوا في الفم، والصراحه جاو غزالين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وتردوا عليا في التعاليق. اكيد الا جربتوهم غادي يعجبوكم. كنقول لكم بالصحه والراحه. ولا كنتوا اول مره غادي تشوفوا قناتي ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الخاصيه ديال الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده، وبالصحه والراحه وبسلامه عليكم.